الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم طلابنا الأبطال طلاب الإلكتروني. اليوم الحلقة هي تكملة لذيك الحلقة مع القانون مندل الثاني. اليوم الحلقة الثانية بقانون مندل الثاني. بس قبل لا أبدأ بالحلقة الثانية وقبل لا أبدأ تفاصيل أريد أذكرك كم معلومة. أنا سبق وأن قلت لك روح الوراثة هي الأساسيات. ضبطت الأساسيات ضبطت قانون مندل الأول، لذلك إحنا وايد تأخرنا بالأساسيات. أستاذ ليش؟ تسوى. وقينا 4 محاضرات بالاساسيات. استاذ ضبطت الاساسيات ضبطت قانون مندل الاول، ضبطت الاساسيات وقانون مندل الاول ضبطت قانون مندل الثاني. ليش الحلقه من دخلنا بقانون مندل الثاني ايش قلنا؟ واحد سالني قال لي استاذ يعني هو اكو فرق بين قانون مندل الاول والثاني؟ وداعتكم كل شيء نفس الشيء، نفس التطبيقات، نفس الامور. تمام؟ تهجين احادي، تضريب رجعي، تضريب اختبار، بس التهجين العكسي موجود بقانون مندل الاول بس ما موجود بقانون مندل الثاني، والسبب كالاتي. هو التهجين العكسي شنو وظيفته؟ لمعرفة موقع الصفة، هل هي على كروموسوم جسدي او جنسي، فمحتاج تاخذ صفتين، هي صفة واحدة. لذلك بالكتاب ذاكره بالقانون مندل الاول بس ما ذاكره بقانون مندل الثاني، بس موجود التهجين الاحادي، الرجعي، الاختباري، كل الموجودات. استاذ كل نفس الملاحظات وكل نفس الملاحظات، اوكي؟ ما عدا الاختلاف بين قانون مندل الاول والثاني، بقانون مندل الاول تتناول صفه واحده، بقانون مندل الثاني تتناول صفتين، اوكي؟ استاذ ذيك الحلقه توصلنا الى تعريف مربع بونت. طلع لي مربع بونت، تمام؟ هو شكل هندسي او رسم هندسي رسم هندسي شكل يشبه رقعه الشطرنج. طلعت التعريف؟ اكو هيك غايه لي، طلع لي واحد هسه يقول استاذ مأشرين بس طلع مربع بونت، تمام؟ هو رسم هندسي الشكل يشبه رقعة الشطرنج، يتكون من أمشاج ذكرية وأمشاج أنثوية، ويستخرج فرص واحتمالات إتمام الأمشاج. اكتب على التعريف مهم، اكو ملاحظات جوا التعريف اكتب عليها ملاحظات مهمة. ايش وقت تستخدم مربع بونت؟ يستخدم مربع بونت في أي تضريب، ولكن يستخدم جبرا إذا كانت عندك 4 أمشاج ب4 أمشاج، يعني يطلع عندك 16 فرد، او 4 امشاج مشيجيه يعني يطلع عندك 8 افراد، دني جبرا، تمام؟ الشغله جوا شو يقول؟ يقول عندما يعطي نسبه كسريه في افراد الجيل الاول، نسبه كسريه يعني مثلا 9 على 16، فاعتبر ان 16 هي عدد الافراد، يعني 3 على 8، فاعتبر ان 8 هي عدد الافراد الناتجه. اوكي، هاي ملاحظه عابره. الملاحظه الجواها الثالثه يقول في بعض الاسئله يعطي صفات سائده وصفات متنحيه، فإن هاي وين بفراد الجيل الأول صفات سادة صح، فإننا ناخذ الصفة المتنحية ونستنتج عليها. أوكي أبطالنا، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم. يلا الأبطال افتح ملزمتك بعد أبطالنا وركز وياي. التضريب الرجعي لصفتين، تمام؟ يا بطل إذا كنا بالتضريب الرجعي شنو تعريفه؟ هو نفس التعريف، هو تضريب أحد أفراد الجيل الأول السائد الهجين، مو مع من؟ مع أحد الأبوين. ما التضريب الرجعي هو تضريب أحد أفراد الجيل الأول السائد الهجين مع من؟ مع أحد الأبوين، تمام؟ هو هذا استاذ، هو نفس ذاك التعريف، هو تضريب أحد أفراد الجيل الأول السائد الهجين مع من؟ مع أحد الأبوين أمامك أو طراز يماثلهما. زين، راح يطلع بأفراد الجيل الأول فرد سائد هجين، ترجع الضربة بمن؟ مع الأبوين أو طراز يماثلهما. زين، نفس الملاحظات وداحتك نفس الملاحظات اللي هنا. شنو الملاحظات يا أبطال؟ أولا إذا لم يحدد الجنس بأفراد الجيل الأول ما حدد الجنس، تمام؟ طلع عندك السائد الهجين ما حدد الجنس، فانت هذا مره ضربه مع صفه ابوه ومره ضربه مع صفه امه. زين استاذ اذا حدد الجنس قال لك مثل افراد الجيل الاول ذكور، الضربه مع صفه الام بس. قال لك افراد الجيل الاول اناث، الضربه مع صفه ابوه بس. اوكي، او يعطي نسبه، تمام؟ خير كلامنا هو المثال. تعال خلينا ناخذ مثال، اقلب الصفحه وخلينا ناخذ المثال. الابطال اللي سؤال اللي تقلب الصفحه يجيك سؤال شو يقول اجري عمليه تزاوج بين خنازير غينيه، ذكور خنازير غينيه اسود اللون خشن الشعر، واناث بيضاء اللون ناعمه الشعر، فانجبت عدد من الخنازير الذكور
جميعهم سود اللون خشن الشعر. ما هي نتائج التزاوج الرجعي؟ موضح ذلك بالرموز الوراثية. هسه نجي خطوة خطوة شبابنا الأبطال. السؤال الأول، سؤالك اللي أمامك، قانون مندل الأول لو الثاني؟ أستاذ قانون مندل الثاني. شلون؟ لأن صفتين، يا هي صفة لون الشعر اللي هو الأبيض والأسود، وصفة شكل الشعر اللي هو الخشن والناعم. مو نجي أبطالنا، من السائد بلون الشعر، الأسود لو الأبيض؟ أستاذ الأسود. يلا تعال رمز لي. نرمز لعامل صفة أسود اللون. أبطالنا شطي رمز بي كابيتال. نرمز لعامل صفة أبيض اللون بي سمول. تمام؟ تعالي أبطالنا الصفة الثانية اللي هو شكل الشعر الخشن والناعم. من السائد، الخشن لو الناعم؟ أستاذ الخشن. تعال رمز لي. نرمز لعامل صفة خشن الشعر اللي هو شنو؟ ار كابيتال. نرمز لعامل صفة ناعم الشعر اللي هو شنو؟ ار سمول. نجي الخطوة اللي بعدها وهي الاستنتاج. الابطال انا وياك نستنتج كل صفة على حدة. الاستنتاج، تعال على الاستنتاج. يقول او وحده وش نستنتج؟ لون الشعر. تمام. ضرب الذكور اسود اللون، سائد لو متنحي؟ سائد. بإناث بيضاء اللون، سائد لو متنحي. ضربوا الذكور سائد سوداء بإناث بيضاء متنحية. أباوا على الأبناء، فأنجبت عدد من الذكور خنازير، أبطال خنازير ذكور جميعها سوداء، ظهرت جميعهم سائد. إذا السائد اللي عندي شنو؟ نقي. مو بما أنه ظهرت جميع الأفراد سود اللون، إذن صفة أسود اللون في الآباء نقية. تمام. نجي شكل الشعر اللي هو الخشن والناعم. ضربت ذكور خشنة الشعر سائد بإناث ناعمة الشعر متنحي. تمام. أباوا على الأبناء جميعهم خشن الشعر سائد. إذن السائد اللي عندي شنو؟ نقي. بما أنه ظهرت جميع الأفراد خشن الشعر. تمام. إذن صفة خشن الشعر في الآباء نقية. لهنا تمام. يلا الطرز الوراثية والمظهرية للأبوين. الأب الأول طلع عندي ذكر أسود اللون نقي، خشن الشعر نقي. تمام. بعد الأبطال ذكر أسود اللون نقي، مو خشن الشعر نقي. اعطينا الرمز مالته أسود اللون أبطالنا. الرمز مالته أسود اللون نقي بي كابيتال. زين. اعطينا رمز خشن الشعر نقي ار كابيتال. تمام. نجي ضربه بأنثى بيضاء اللون ناعمة الشعر. أنثى بيضاء اللون ناعمة الشعر. الأنثى اعطينا الرمز مال البيضاء بي سمول. ناعمة الشعر ار سمول. تمام. نجي نضرب بيناتهم. تعال الأبطال، راح نضرب أنا وياك ذكر أسود اللون نقي خشن الشعر نقي. تمام. الرمز مالته بي كابيتال ار كابيتال. أنثى بيضاء اللون ناعمة الشعر. طينا الرمز مالته بي سمول ار سمول. دول منو؟ دول البيرنت الأبوين. تمام. انقسام اختزالي يؤدي إلى عزل الأمشاج. إذا كان الحرفين متشابهين واحد، يلا بطاني يصير بالدائرة بي سمول ار سمول. حرفين متشابهين شو بطاني؟ واحد، يصير عنده بالدائرة
بي كابيتال ار كابيتال، يحصل بيناتهم عمليه اخصاب. يلا راح يتضرب عندك الدائره في الدائره، شو يصير عندي؟ شو يظهر عندي فرد؟ يلا رجع له حروف، يصير بي كابيتال بي سمول ار كابيتال ار سمول، والافراد جي الاول اسميهم، هذا اسمه اسود الشعر، خشن الشعر. استاذ انتهى السؤال؟ لا، انت الشطر الاول من السؤال، انت حاليا حليت العلامه استفهام. اوكي، بعد بي شطر ثاني. باش يقول ما هي نتائج التزاوج الرجعي؟ بالله عليك من تسمع كلمه تضريب او تزاوج رجعي ايش قلت لك؟ تتذكر هو تضريب احد افراد الجيل الاول السائد الهجين. تروح لافراد الجيل الاول تدور على فرد سائد هجين، عندك فرد سائد هجين؟ اي نعم. يقول مع احد الابوين. هسه الخطوه الثانيه، هسه تلقيت الفرد السائد الهجين مو؟ هسه شوف الخطوه الثانيه، هو محدد لو ما محدد الجنس؟ يا بطل يلقفها، هو حاليا محدد هذا الفرد الضربه بصفه ابوه لو بصفه امه؟ يا بطل يلقفها. ترى مرات الوراثه يحتاج لها بس واحد يعرف يقرا عربي. انتهت. محدد الابطال، تدري شلون محدد؟ تعال اقول لك. يقول فانجبت عدد من الخنازير ذكور. تمام؟ يقول دول الخنازير ظهروا ذكور الابطال، ذن كلهم ذكور. يقول فانجبت عدد من الخنازير الذكور جميعهم سود اللون خشن الشعر. اذا افراد الجيل الاول كلهم ذكور. زين بالله عليك اذا ذكور وتريد تسوي له تضريب رجعي، تقدر تضربه بصفه ابوه؟ لا، لازم تضربه بيا صفه، فقط بصفه امه. اذا انت راح تاخذ هذا ابطالنا، راح تاخذ الابطال، راح تاخذ هذا شنو؟ اللي هو الفرد اللي نريد نسوي له تضريب رجعي، اللي هو الذكر، اللي هو اسود اللون هجين خشن الشعر هجين. تمام؟ اللي هو الرمز مالته بي كابيتال بي سمول ار كابيتال ار سمول. الضربه بصفه امه اللي هي امه بيضاء اللون ناعمه الشعر. تمام؟ اللي هي شنو رمزها بيضاء اللون ناعمه الشعر الابطال؟ بي سمول ار سمول ار سمول. ذولا البي 2 انقسام اختزالي يؤدي الى عزل الامشاج. اذا كان الحرفين متشابهين ناخذ واحد، حرفين متشابهين ناخذ واحد. اذا بالدائره شو يصير عندي؟ بي سمول ار سمول بدائره، حرفين مختلفين بين الحرفين، حرفين مختلفين. يلا الابطال الاول في الاول بي كابيتال ار كابيتال، الاول في الثاني بي كابيتال ار سمول، الثاني في الاول بي سمول ار كابيتال، الثاني في الثاني بي سمول ار سمول. يحصل بيناتهما يا عمليه اخصاب. يلا تعال نضرب الدوائر. الدائره الاولى في الاولى بي كابيتال بي سمول ار كابيتال ار سمول، زائد الاولى في الثاني بي كابيتال بي سمول ار سمول ار سمول، زائد الاولى في الثالثه بي سمول ار كابيتال ار سمول، الاولى في الرابعه بي سمول ار سمول ار سمول. اوكي خلص. لا سمي لي اياهم الابطال، هذول افراد الجيل الثاني سمي لي اياهم. هذا شو اسمه؟ اسمه اسود اللون خشن الشعر. دائما بقانون مندل الثاني ابتعد عن كلمه نقي وهجين، لو اسود لو ابيض، لو خشن لو ناعم. هذا اسمه اسود اللون ناعم الشعر، ابيض اللون خشن الشعر، ابيض اللون ناعم الشعر. زين الابطال باو عليهم اربعتهم، اكو اثنين يشابهون؟ لا استاذ ماكو اثنين يشابهون. اذن يا ابطال خليها ببالك، النسبه مالتك 100% قسمها على 4، احتمال ظهوره بنسبه 25%، 25%، 25%، 25% احتمال نسبه ظهوره. لهنا تمام؟ هاي الابطال عندك هاي بالنسبه للتضريب الرجعي. تعالوا وياي على التضريب الاختباري للصفتين. الابطال دائما ابو الوزاري يبتعد عن هذا الموضوع بالاسئله مالته، يعني انت بدليل تضريب الاختبار للصفتين ولا مره جاي وزاري. ليش استاذ؟ الابطال شنو وظيفه التضريب الاختباري؟
طبعا هو كاتب عنوانه بالكتاب، بس تعال انك تتناقش وشنو وظيفه التدريب الاختباري؟ هي لمعرفه درجه نقاوه الصفه. زين اوكي، هو يعطينا صفه، يعني مثلا كيف يمكنك معرفه درجه نقاوه صفه ذبابه رماديه لون الجلد؟ اوكي، اللي يسوي صفتين، تمام. فهو دائما نشوف التدريب الاختباري لصفتين ما جاي ولا سنه وزاري، بس انا للحيطه والحذر، حتى وين ماكو امثله عليه بالكتاب، وحتى وين مشى يعني بالكتاب يعني ما نازل عليه وما هو مكثر وياي بالشرح، انا هم شوي اسولف لك عليه. التدريب الاختباري لصفتين، يعني قانون المدل الثاني. هسه احنا انا وياك سابقا التدريب الاختباري الطبيعي، مثلا اذا اردنا نعرف ضربه ذباب، يعني كيف يمكنك معرفه درجه نقاوه صفه ذبابه رماديه لون الجلد؟ مو راح ناخذ الرماديه مره نقيه، تمام، ناخذها نقيه، ومره ناخذ الرماديه شنو هجينه، ونضربها بالمتناحي ونضربها بالصفه المتناحيه، نضربها بابنوسيه بابنوسيه. مو اذا هي صفه وحده ناخذها احتمالين. زين اذا صفتين، يعني اذا عندك الابطال، اذا عندك مثلا رمادي اللون الجلد طويل الجناح، ما جاي وساري، وانا اقول لك ما يجي، بس للحيطه والحذر، رمادي لون الجلد طويل الجناح. استاذ هنا شو تسوي اذا صفتين؟ كم احتمال تاخذ؟ 4 احتمالات. كم احتمال تاخذ؟ 4 احتمالات. تعال اقول لك بالاحتمالات الاربعه الان ياخذ ناخذها. مره الرمادي ابطالنا، الرمادي هذا السائد تاخذه نقي، والطويل السائد هم تاخذه نقي، وتضربها بالصفه المتنحيه. ابطالنا وضربه بها الصفه المتنحيه اللي هو الابنوسي قصير. مره الاحتمال الثاني الرمادي تاخذه هجين، او مره الثاني الرمادي ايش تاخذه يا ابطالنا؟ الرمادي تاخذه نقي، والطويل تاخذه هجين، والضربه في الصفه المتنحيه اللي هو الابنوسي قصير. مره الرمادي تاخذه هجين، والطويل تاخذه نقي، والضربه بالصفه المتنحيه اللي هو الابنوسي قصير. مره اثنيناتهم تاخذهم هجين بهجين، تمام، وضربهم بالصفه المتنحيه. يعني شوي على السريع ارتب لك اياها. تعال انا ارتبهن على السريع. يعني الاحتمال الاول شو تسوي؟ تاخذ رمادي نقي طويل نقي، الضربه في ابنوسي قصير. الابنوسي قصير اي سمول اي سمول ال سمول ال سمول، رمادي نقي ال كابيتال اي كابيتال اي كابيتال ال كابيتال ال كابيتال. هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني ايش تاخذ؟ تاخذ الرمادي نقي طويل هجين، طويل الجناح هجين، الضربه في الصفه المتناحيه اللي هو ابنوسي قصير. يعني شنو ابطالنا؟ اي سمول اي سمول ال سمول ال سمول اي كابيتال اي كابيتال ال كابيتال ال سمول. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث ايش تاخذ؟ تاخذ رمادي تاخذه بس هالمره هجين، والطويل الجناح ايش تاخذه؟ نقي. اوكي، الضربه بالصفه المتناحيه اللي هو الابنوسي قصير اللي هو اي سمول اي سمول ال سمول ال سمول، الرمادي هجين اي كابيتال اي سمول ال كابيتال ال كابيتال. اما الاحتمال الرابع فاثنيناتهم تاخذ الرمادي هجين، الرمادي ابطانا شنو هجين، والطويل تاخذه شنو هجين، وتضربهم بالصفه المتناحيه اي سمول ال سمول ال سمول اي كابيتال اي سمول ال كابيتال ال سمول. هذا ابنوسي قصير. ودائما ابو الوزاري يبتعد عن هيجي تدريبات لان ما بيهم فايده. هو يجيب هم سؤال هدف بيه، تمام، هم سؤال يستفاد منه فكريا. زين استاذ سؤال هم يجي التدريب الاختبار ضمن مساله؟ عادي يجي ضمن مساله. تعال احل لك مساله عليه اصلا. اوكي هسه تعالوا يا ابطال خلينا ناخذ مثال على التدريب الاختبار ضمن مساله. تعال ابطال مسالتك اقرا لي شو تقول. تقول ضرب نبات بازاليا طويل الساق احمر الازهار اختباريا، فظهرت جميع افراد الجيل الاول طويل الساق احمر الازهار، فسر ذلك وراتين. السؤال يمك موجود. اوكي اول سؤال مسالتك قانون مندل الاول لو الثاني؟ واحد استاذ يقول قانون مندل الثاني يبي صفه طول الساق
ولون الازهار. تعال رمز لي. يلا الابطال نرمز لعامل صفة طويل الساق تي كابيتال. نرمز لعامل صفة قصير الساق تي سمول. تمام. الشغلة الثانية نرمز لي اللون الازهار. نرمز لعامل صفة احمر الازهار ار كابيتال، ونرمز لعامل صفة ابيض الازهار ار سمول. تعال على الاستنتاج. ابد ما استعجل بالاستنتاج الابطال، ما عندي شيء على الاستنتاج. الاستنتاج شبابنا الابطال، الربط طويل الساق احمر الازهار اختباريا. بالله عليك انا مو عندي ملاحظه. شو تقول؟ اذا جاء التضريب الاختبار ضمن مساله فاننا نضع بدل كلمه اختباري الصفه المتنحيه ونكمل حل السؤال. تمام. يلا يا بطل راح اشيل كلمه اختباري الابطال، راح اشيل كلمه اختباري وخليها صفه المتنحيه. يلا الابطال صفه هاي شلت كلمه اختباري، خليها صفه المتنحيه اللي هي شو اسمها؟ اسمها قصير الساق ابيض الازهار. والمره مو صفه واحده، صفتين، لان هو قانون مندل الثاني. يلا هسه عادي اقرا لي السؤال من جديد. ضرب نبات بازاليا طويل الساق احمر الازهار باخر قصير الساق ابيض الازهار، فظهرت جميع افراد الجيل الاول طويل الساق احمر الازهار. استنتج طبيعي. ضربت طويل الساق سائد باخر قصير الساق متنحي، فظهرت جميع افراد الجيل الاول طويله الساق سائد. اذا السائد اللي عندي شي يكون نقي. بما انه ظهرت جميع افراد الجيل الاول اللي ظهرت لي طويله الساق، اذا صفه طويل الساق في الآباء نقية. هنا تمام؟ زين. تعال طال. ضربت أحمر الأزهار سائد بآخر أبيض الأزهار متنحي، فظهرت جميع أفراد الجيل الأول أحمر الأزهار، ظهروا كلهم سائد. إذا السائد اللي عندي شي يكون نقي. مو؟ تعال طال. بما إنه ظهرت جميع أفراد الجيل الأول أحمر الأزهار، إذن صفة أحمر الأزهار في الآباء نقية. هسه تعال للطرز الوراثية والمظهرية للأبوين. الأب الأول طويل الساق نقي أحمر الأزهار نقي، طويل الساق نقي احمر الازهار نقي. طينا الرمز مالته تي كابيتال ار كابيتال. الاب الثاني اللي هو قصير الساق ابيض الازهار، قصير الساق تي سمول ابيض الازهار ار سمول. تمام. هسه نجي على التضريب الابطال. تعال على التضريب يا شبابنا الابطال. التضريب طويل الساق نقي احمر الازهار نقي. تمام. اللي هو تي كابيتال ار كابيتال ضربه باخر قصير الساق ابيض الازهار اللي هو تي سمول ار سمول. دول من وين؟ دول الابوين بيرنت انقسام اختزالي يؤدي الى عزل الامشاج. حرفين متشابهين ناخذ حرف واحد، حرفين متشابهين ناخذ حرف واحد. يلا الابطالنا تي سمول ار سمول بدائره، حرفين متشابهين ناخذ واحد، حرفين متشابهين ناخذ واحد. تي كابيتال ار كابيتال بدائره اخصاب. تمام. الدائره في الدائره راح شي يصير عندك؟ يصير عندك ترجع على حرف تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول،
اسمه طويل الساق احمر الازهار. تمام، دول افراد الجيل الاول 100% طويل الساق احمر الازهار. هذا كل ما يتعلق به بالسؤال. بقى عنده موضوع اخير بقانون مندل الاول، او العفو بقانون هو يشمل مندل الاول والثاني. الموضوع الاخير اسمه الاحتماليه. هسه واحد يقول وزاري دي تعال خلينا نكتبه انا وياك ونشوف شنو تفاصيل الاحتماليه. ابطالنا عندنا موضوع اسمه الاحتمالات الوراثيه. تمام، في تجارب مندل. شوفوا هو ايش كاتب على الموضوع، حط الموضوع موجود بالكتاب. استاذ وزاري هو وزارين لحد الان ولا سنه جاي، من عام 1987 لحد هاي السنه ولا سنه جاي وزاري. بس خلينا نشرحه تستفاد من فكرته، انت تستفاد من فكرته. يقول تعريفه هو ترشيح وقوع او ترجيح وقوع حدث معين بنسبة تقديرية، ويمكن التعبير عنها بعدد عشري او نسبة مئوية او عدد كسري. تمام، هسه هذا قد يكون تعريف او مو تعريف. اوكي، هاي المقدمة مالته اعتبر التعريف. اوكي استاذ الاحتمالية هم بها قانون؟ اي استاذ بها قانون. الاحتمالية بها قانون، بها قانون. ايش كاتب؟ المعادلة الاحتمالية هي عدد المرات التي يمكن أن يتكرر فيها وقوع الحدث على عدد المرات التي يقع فيها الحدث. أنا راح أعطيك قانون أسهل من هذا القانون. طبعا هو نفس التطبيق، لأن تدري احنا بالكتاب وماكو قانون محدد حاليا للاحتمالية، بس احنا رتبناه. الاحتمالية هي نسبة لطانة نسبة الصفة الخاصة على العدد الكلي للصفات. وهسه بطالنا، وهسه انا بالمثال ابين لك اياهن كلهن. تمام، زين اذكرك بكم شغله انا نتذكر. شوف الحد هنا احنا اليوم الحلقه الاخيره بقانون مندل الثاني، وبعدنا نحتاج الاساسيات. انا اذكرك بكم قضيه. قانون مندل الاول، الابطال بالله عليك حسب الاساسيات اذا افراد الجيل الاول طلعوا 25% متنحي و75% سائد، افراد الجيل الاول و75% شنو سائد، انت برايك اذا عدى 25% متنحي و75% سائد دول افراد الجيل الاول يعني الابناء، برايك الابوين ايش كانوا بالاساسيات؟ هاي قاعده الابوين كانوا، هاي القاعده الثالثه مو الابوين سائدين هجينين. حطانا الابوين سائدين هجينين، تذكر من كتبت هذا الرقم؟ قلت لك بعدين تحتاجه، مو من نضرب سائد هجين بسائد هجين تظهر الصفة المتنحية بنسبة 25% والصفة السائدة بنسبة 75%. اوكي، واحنا ظهور الصفة المتنحية يدل على الابوين سائدين، قانا شنو هجائن. اوكي زين، سؤال اخر. شوف هم ارجعك للاساسيات، طبعا هاي القاعدة الثالثة اذا تتذكرها. الابطال اذا شفت بافراد الجيل الاول 50 الافراد الجيل الاول، افراد الجيل الاول 50% متنحي و50% سائد. يا بطل يقول لي الابوين كانوا الابوين. ابطالنا هيا قاعده الخامسه، الابوين كانوا الابوين ابطالنا احدهما سائد هجين والاخر متنحي. من الضرب سائد هجين متنحي يطلع 50% متنحي و50% سائد. هاي القاعده الخامسه. حد هنا اني ارجع القانون او عفوا احتاج الاساسيات. سو واحد يقول لي شو تسوي بهن؟ هسه انت جاي تطلع لك علامات استفهام وين ابطالنا بدماغك. اوكي راح اخذ مثال واحل لك علامات الاستفهام كلهن. تمام، تعال وياي اقلب الصفحه خلينا ناخذ المثال. ابطال بعد سؤال شو يقول جمعت نباتات بازاليا من مزارع كانت افراد الجيل الاول ايش كانوا؟ ابطال 6022 بذور صفراء و2001 بذور خضراء. جد الطرز الوراثية والمظهرية للآباء، أو عفوا للآباء والأبوين.
اول شغله الابطال. هسه هذا السؤال فريد من نوعه، مو اريد اسالك سؤال وانت جاوبني. هسه اول شيء ما يجيب لي بالوراثه اجاوبه. شبابنا الابطال، بالنسبه للون البذور في نبات البازاليا، من السائد الاصفر لو الاخضر؟ لون البذور الاصفر سائد والاخضر متنحي. رمز لي اياهن. تعال نرمز لعامل صفه اصفر البذور. شطي رمز واي كابيتال يلو. نرمز لعامل صفه اخضر البذور. شطي رمز واي سمول. تمام. نجي الخطوه اللي بعدها على كيفك. شو اريد من عندك؟ اريدك تجمع لي النباتات. اريدك تجمع لي 6022 اللي هن البذور الصفراء ويا 2002 اللي هن البذور الخضراء. يعني اريدك تجمع لي 6022 ويا 2002، العفو 2001. تمام. تعال 2 و6 8 0 2 3 يصير 8023. هذا العدد الكلي. تعال طبق قانون الاحتماليه. اكتب لي احتماليه بذور يا بذور البذور الصفراء. اعطاني يا بذور الصفراء. نجي ايش قد العدد الخاص مال البذور الصفراء؟ 6022. العدد الكلي 8023. تدري ايش قد اذا تريد تقسمين بالحاسب يطلع عن 0.75. يعني يطلع عن 75% بذور صفراء. اوكي. هسه تعال على البذور الخضراء. بذور الخضراء ايش قد العدد الخاص مالته؟ 2001 على العدد الكلي 823. تعال قسم لي. تدري ايش قد تطلع بالحاسب؟ تطلع 0.249. يعني بالاعتبار تقريبا يصير 25%. 25 شنو؟ بالمية. زين. بالله عليك اعطاني البذور الصفراء سادة لو متنحية؟ سائدة. طلعت لي بافراد الجيل الاول 75% سائد. 75% بذور صفراء. زين والخضراء متنحية مو؟ وطلعت لي بافراد الجيل الاول 25% متنحية. صفة متنحية. زين الابوين لازم شو يصيرون؟ الابوين لازم يصيرون سائدين هجينين. يلا تطلع لهاي النسبة باع الابطال. بما انه ظهرت افراد الجيل الاول 75% سائد، يعني 75% شنو؟ بذور صفراء، و 25% بذور خضراء. اذن الابوين سائدين هجينين. يعني بين قوسين شنو؟ صفراء البذور هجينه. الابوين صفراء البذور هجينه. راح نضرب اصفر البذور هجين اللي هو شنو؟ واي كابيتال واي سمول في اصفر البذور هجين. لازم نضرب ساعد هجين ساعد هجين. يلا ضرب لي اياهم الابطال. اصفر البذور هجين مع اصفر البذور هجين بيرنت الابوين واي كابيتال واي سمول. واي كابيتال واي سمول انقسام اختزالي يؤدي الى عزل الامشاج. واي بدائره واي سمول بدائره واي كابيتال بدائره واي سمول بدائره. اخصاب افراد الجيل الاول. يلا الدائره الاولى في الاولى واي كابيتال زائد واي كابيتال واي سمول. الاولى في الاولى في الثانيه، الثانيه في الاولى زائد واي كابيتال واي سمول. الثانيه في الثانيه واي سمول. هذا شو اسمه؟ هذا اسمه اصفر البذور. اخضر البذور. اذا طلع عندك 75% اصفر و25% شنو؟ اخضر. لهنا تمام؟ زين. اريد اشوفك لقيت الفكره لو لا. اذا طلع عندك 50%
بذور صفراء يعني سائد، وطلع عنده 50% متنحي بذور خضراء، الابوين شو يصيرون؟ احدهما سائد هجين والاخر متنحي. يعني اذا طلعت هاي النسبة عندك بافراد الجيل الاول 50% سائد و50% متنحي، اذا واحد من عندهم سائد هجين والاخر متنحي. اوكي يظرفهم. تمام. استاذ هذا اكتب عليه سؤال كتاب، جاي وزاري ما جاي وزاري، بس سؤال شنو طانه؟ سؤال كتاب. خلينا ناخذ سؤال اخر. تعال وياي على هذا السؤال اللي اسفله. يقول ضرب خنزير غيني خشن الشعر اسود اللون بانثى خشنه الشعر بيضاء اللون، فانجبت عدد من الولادات موزعه كالاتي: 3 من اصل 8 خشنه اسود، 3 من اصل 8 خشن ابيض، 1 من اصل 8 ناعم اسود، 1 من اصل 8 ناعم ابيض. هسه انت بالبدايه شو اكتشفت؟ استاذ حسام بالبدايه عرفت من السؤال انه لازم يطلع عندي 8 افراد، مو قلنا ترى رقم المقام يدل على عدد شنو؟ الافراد الناتجه. عوف الابطال، سؤالك اللي هسه قريته من دل الاول لو الثاني؟ استاذ من دل الثاني. شلون عرفت من دل الثاني؟ لان بيه صفتين اللي هو شكل الشعر الخشن والناعم ولون الشعر اللي هو الابيض والاسود. زين، انت برايك الخاص الابطال من السائد الخشن لون ناعم؟ استاذ الخشن. يلا تعال نرمز لعامل صفه خشن الشعر. نرمز له ار كابيتال. نرمز لعامل صفة ناعم الشعر ار سمول. زين، هاي شغله رقم 1. من السائد الاسود اللون لو الابيض؟ استاذ الاسود. يلا الابطال نرمز لعامل صفة اسود اللون، شطي رمز بي كابيتال. نرمز لعامل صفة ابيض اللون، شطي رمز بي سمول. هسه نجي الخطوه اللي بعدها وهي الاستنتاج. الابطال نجي نستنتج كل صفه على حده. بالربط خنزير غيني خشن الشعر. تعال اول شيء نستنتج صفه شكل الشعر الخشن والناعم. بالربط خشن الشعر سائد بانثى خشنه هم سائده، يعني سائد وسائد اباوع على الابناء، فانجبت عدد من الولادات موزعه. 3 خشنه عبرها، 3 خشنه عبرها، 1 ناعم. الابطالنا ظهور الصفه المتنحيه في الابناء يدل، هسه التعديل ظهر الصفه المتنحيه ناعم لو ما ناعم، يدل على كل سائد هجين في الاباء. هاي الملاحظه قلت لك. تقول الملاحظه الثالثه، انا ليش عدتها بدايه المحاضره مال مربع بونت؟ الابطالنا انا ذيك المحاضره قلت ذني الملاحظات، بس انت اوكي مشينا عليك كلش طبيعي ما حسيت الطسه. مو بدايه المحاضره قلت هم مشين ما حسيت بشيء. اخر ملاحظه قلت اذا ظهرت بافراد الجيل الاول صفات سائده وصفات متناحيه ناخذ الصفه المتناحيه ونستنتج عليه. هسه انا عبرت هنا الخشن، عبرت الخشن، دورت على الصفه المتناحيه لقيت ناعم، اصعد فوق للاباء كل سؤال شو اسوي؟ هجين. مو اذن بما انه ظهرت صفه ناعم الشعر، اذن صفه خشن الشعر في الآباء هجينة. تمام، بالأبوين هجين. هسه نجي على لون الشعر. ضربت أسود سائد بأنثى بيضاء متنحي أباوع على الأبناء، فانجبت عدد من الولادات موزعة. أسود أبيض ظهرت يا صفة المتنحية. إذن ظهور الصفة المتنحية يدل على كل سائد هجين في الآباء. هذا الأسود صار عندي هجين. بما انه ظهرت افراد او صفه ابطالنا شنو؟ ابيض اللون في الابناء، اذن صفه اسود اللون في الاباء هجينه. يلا الطرز الوراثيه والمظهريه للابوين. الاب الاول خشن الشعر هجين، اسود الشعر هجين.
الأب الأول خشن الشعر هجين أسود الشعر هجين، اللي هو الطراز مالته ار كابيتال ار كابيتال ار سمول خشن الشعر هجين، بي كابيتال بي سمول هذا خشن الشعر هجين. الأب الثاني يعني الأنثى اللي هي راح شو تصير عندي؟ تصير عندي خشنة الشعر هجينة بيضاء الشعر، خشنة الشعر هجينة الأبطالنا اللي هي ار كابيتال ار سمول بيضاء الشعر بي سمول. نجي هسه شو أبطالنا على التضريب، نجي هسه على التضريب. تعال الأبطال راح نضرب ذكر خشن الشعر هجين أسود الشعر هجين بأنثى خشنة الشعر هجينة بيضاء الشعر، بيضاء شنو؟ الشعر. تعال الأبطال ار كابيتال ار سمول بي سمول ار كابيتال ار سمول بي كابيتال بي سمول. أفراد الجيل الأول انقسام اختزالي يؤدي إلى عزل الأمشاج، حرفين مختلفين بحرفين متشابهين، دني ناخذ واحد يلا بطانا ودني نوزعهم. الأول في الأول يصير عندك ار كابيتال بي سمول، الأول الثاني في الأول ار سمول بي كابيتال. نيجي ذون حرفين مختلفات مو الأول في الأول ار كابيتال بي كابيتال، الأول في الثاني ار كابيتال بي سمول، الثاني في الأول ار سمول بي كابيتال، الثاني في الثاني ار سمول بي سمول. تمام؟ هسه شو يصير بيناتهم؟ اخصار. الأبطال دول من وين؟ دول الأمشاج، دول شنو؟ الأمشاج. بالله عليك أنا قلت لك شو وقت تستخدم مربع بونت؟ جبرا. إذا عندك دائرتين في 4 أو 4 في 4 هنا يطلعون 8 أفراد لازم تستخدم مربع بونت، لازم. تمام؟ لازم أنا وياك نستخدم مربع بونت. تعال أبطالنا على مربع بونت، هذا مربع بونت راح نسوي على الشاشة على مود يصير واضح. ما دام يطلع عندك دائرتين الأبطالنا دائرتين لازم تستخدم في 4 لازم مربع بونت 8 أفراد مربع بونت. شو نسوي؟ هاي الأمشاج الذكرية وهاي الأمشاج الأنثوية. يا بطل يقول لي كم مشي ذكر عندك؟ 4. إذا خلي لي 4 مربعات، واحد هذا مربع الأول، هذا 2 المربع الثاني، هذا 3 وهذا الرابع. زين يا بطل يقول لي كم مشيج أنثوي عندك؟ 2. هذا 1 2 هذا المربع الأول المربع الثاني. يلا نزل لي إياهم، أريد بطل يرد لي إياهم. أول مربع أو أول دائرة بالأمشاج الذكرية اللي هو ار كابيتال اللي هو شنو؟ بي كابيتال. الدائرة الثانية ار كابيتال بي سمول، الدائرة الثالثة ار سمول بي كابيتال، الدائرة الرابعة ار سمول بي سمول. تمام. تعال لي على الدائرتين اللي بقى مال الأمشاج الأنثوية ركز بيها، ار كابيتال بي سمول، ار كابيتال بي سمول، ار سمول بي سمول. اوكي هذا شو يريد من عندك ابطالنا؟ اتاكدت من عندهن هاي ار كابيتال بي كابيتال ار كابيتال بي سمول ار سمول بي سمول ار سمول العفو ار سمول بي كابيتال ار سمول بي سمول. وتاكد من دور نزلت العدل. تعال انا وياك بعد ما عندنا شيء نضرب على راحتنا الابطال. نجي المربع الاول في الاول يلا ابطالنا ار كابيتال بي كابيتال بي سمول، المربع الأول في الثاني ار كابيتال بي سمول، الثاني الأول في الثالث ار كابيتال ار سمول بي كابيتال بي سمول، الأول في الرابع ار كابيتال ار سمول بي سمول. أستاذ أعبر على الثاني؟ لا أسميهم. ليش تعبر على الثاني؟ تعال سمي لي إياهم. هذا شو اسمه؟ اسمه أسود الشعر خشن، العفو قلبتها بالعكس، خشن الشعر أسود مو خشن الشعر أبيض، خشن الشعر أسود، خشن
الشعر شنو؟ ابيض مو؟ هسه تعال كمل لنا السر الثاني. يلا السر الثاني. الاول في الاول R capital R small B capital B small. الاول في الثاني R capital R small B small B small. الاول في الثالث R small B capital B small. الثالث العفو الاول في الرابع R small B small. تعال خلينا نسميهم انا وياك. شو نسميه هذا؟ تعال ابطال، هذا نسميه خشن اسود، خشن ابيض، ناعم اسود، ناعم ابيض. تعال طلع لي النسب مالتهم. دائما اذا سؤالك مربع بونت ميل للنسب الكسريه لين اسهل تطلع. تعال ابطال، كم واحد طلع عندك خشن اسود؟ كم واحد طلع عندك خشن ابيض؟ كم واحد طلع عندك اسود ناعم؟ كم واحد طلع عندك ابيض ناعم؟ تعال خلينا نحسب انا وياك. يلا الابطال، كم واحد خشن اسود؟ واحد. خشن ابيض، خشن اسود اثنين، خشن ابيض، خشن اسود ثلاثة، خشن ابيض ناعم. اذا ثلاثة من اصل 8 خشن اسود. تعال كم واحد طلع عندك؟ تمام، خشن ابيض. خشن ابيض واحد، خشن ابيض اثنين، خشن ابيض ثلاثة. لا دول ناعم. اذا 3 من اصل 8 خشن ابيض. كم واحد طلع عندك يا ابطالنا؟ كم واحد طلع عندك اسود ناعم؟ واحد اسود ناعم. اذا 1 من اصل 8 اسود ناعم. كم واحد ابيض ناعم؟ واحد من اصل 8 ابيض ناعم. باع النسب مالتك. انا ليش ارتاح له بالصبوره الثانيه؟ على مود تقول يختفي عنك السؤال. تشيك النسب مال السؤال ونسبك مطابقه للسؤال لا ما مطابقه للسؤال. حتى اذا ما اعطانا نسب بالسؤال ذني نسبهم صحيحات 100%. اوكي، نحل سؤال اخير يا ابطال. طالع تعال نقرا اخر سؤال ونحل عنه. شو يقول؟ يقول لقح نبات او لقح نبات بازاليا طويل الساق احمر الازهار باخر طويل الساق ابيض الازهار، فانتجت 48 نباتا. تمام؟ اكو 6 بيهم قصير الساق ابيض، و6 قصير الساق احمر، و18 طويل الساق احمر، و18 طويل الساق ابيض. جد الطرز الوراثيه والمظهريه او فسر ذلك الى اخره. اول سؤال اريد اساله لك، هذا سؤالك اللي امامه قانون المندل الاول لو الثاني؟ استاذ الثاني شلون؟ بصفتين اللي هو طول الساق وصفه لون الازهار. تعال رمز لي. يلا الابطال نرمز لعامل صفه طويل الساق. يا رمز اعطيك رمز تي كابيتال. نرمز لعامل صفه قصير الساق. يا رمز تي سمول. نجي هسه صفه اللون. نرمز لعامل صفه يا صفه احمر الازهار. شطي رمز ار كابيتال. نرمز لعامل صفه ابيض الازهار ار سمول. نجي الخطوه اللي بعدها وهي الاستنتاج. الابطال انا وياك نستنتج كل صفه على حده. يلا اول شيء خلينا نستنتج صفه الطول. ضربت نبات بازاليا طويل الساق سائد باخر طويل الساق سائد، ضرب السائد اباوع على الابناء، فانتجت 48 نبات، منها 6 قصير الساق. بعد ما اكمل ظهرت الصفه المتنحيه. مو هسه صارت بوجهها المره، ما دورت عليها بالابناء. مو 6 قصير الساق. اصعد فوق ابطالنا، هذا الاب طويل الساق هجين وهذا الاب طويل الساق هجين. اقول له بما انه ظهرت نباتات قصيره الساق في الابناء، اذن صفه طويل الساق في الآباء هجينة. تمام. تعال هسه شنو ابطالنا؟ على الصفة الثانية لون الأزهار. ضربت أحمر الأزهار سائد بآخر
ابيض الازهار متنحي. اضاوى على الابناء فانتجت 48 نبات، منها 6 قصيره بيضاء ظهرت يا الصفه المتنحيه. بعد ما يحتاج تكمل. اذا انت هاي ظهور الصفه المتنحيه يدل على كل سائد هجين في الاباء. بما انه ظهرت نباتات بيضاء اللون تمام في الابناء، اذن صفه احمر الازهار هجينه في الاباء. هسه تعال لي الطرز الوراثيه والمظهريه للابوين. الاب الاول ظهر عندي، الاب الاول ظهر عندي طويل الساق هجين احمر الازهار هجين. احمر الازهار هجين. اعطيني الرمز مالته. تعال الرمز مالته شنو؟ طويل الساق هجين احمر الازهار هجين. تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول. الاب الثاني يا ابطالنا طويل الساق هجين ابيض الازهار. اعطيني الرمز مالته. تي كابيتال تي سمول ار سمول ار سمول. تعالوا يا ابطال، تعال هسه الخطوه اللي بعدها وهي شنو؟ وهي التضريب. راح نضرب انا وياك طويل الساق هجين احمر الازهار هجين. اعطيني الرمز مالته. تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول. بمن نضربه؟ نضربه بطويل الساق هجين ابيض الازهار. اعطيني الرمز مالته ابطال. تي كابيتال تي سمول ار سمول ار سمول. دول البيرنت الابوين. انقسام اختزالي يؤدي الى عزل الامشاج. اذا كان الحرفين مختلفين ناخذهم اثنيناتهم، واذا مشابهين ناخذ واحد. يلا الاول في الاول تي كابيتال ار سمول تي سمول ار سمول. تعال هسه ابطالنا الاول في الاول تي كابيتال ار كابيتال، حرفين اثنيناتهم مختلفين. الاول في الثاني تي كابيتال ار سمول. الثاني في الاول تي سمول ار كابيتال. الثاني في الثاني تي سمول ار سمول. تمام. هسه نجي ابطالنا عمليه الاقصاب. بالله عليك انا ايش قايل لك؟ اذا عندك اثنين امشاج في 4 لازم شو تسوي؟ مربع بونت استاذ. جبرا مربع بونت. اذا افراد الجيل الاول انا وياك راح نسوي عندنا مربع بونت. مربع شو ابطالنا؟ بونت. تعال هاي الامشاج الذكريه وهاي الامشاج الانثويه. الامشاج الذكريه كم مشي ذكر عندك؟ 1 2 3 4. اذا تسوي له 1 2 3 4. زين كم مشيج انثوي؟ عندك 2. اذا 1 2 1 2. يلا الامشاج الذكريه نزل لي اياهم. تي كابيتال ار كابيتال تي كابيتال ار سمول تي سمول ار كابيتال تي سمول ار سمول. الامشاج الانثويه نزل لي اياهم. تي كابيتال ار سمول تي سمول ار سمول. تمام. يلا ضرب لي الاول في الاول. تي كابيتال ار كابيتال ار سمول. الاول في الثاني تي كابيتال ار سمول ار سمول. الاول في الثالث تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول. الاول في الرابع تي كابيتال تي سمول ار سمول ار سمول. تمام. اعبر على الثاني لا اسميهم. هذا اسمه طويل الساق احمر الازهار. تمام. هذا اسمه طويل الساق احمر الازهار، عفوا ابيض الازهار. ابيض الازهار. طويل الساق احمر الازهار. طويل الساق ابيض الازهار. تمام. هسه تعال عندي التضريب الثاني. يلا الدائره الثانيه في الاول تي كابيتال تي سمول ار كابيتال ار سمول. الثانيه في الثانيه تي كابيتال تي سمول ار سمول ار سمول. الثانيه في الثالثه تي سمول ار كابيتال ار سمول. الثانيه في الرابعه تي سمول ار سمول ار سمول. سمي لي اياهم. هذا اسمه طويل احمر طويل ابيض قصير الساق احمر الازهار. قصير الساق ابيض الازهار. تمام. تعال لي الابطال خلينا نقسمهم انا وياك. دائما
مربع بونت نميل للنسب الكسريه. عمود ما نخطئ. طلع لي كم واحد طويل احمر، يعني طويل الساق احمر الازهار. كم واحد؟ كم واحد طويل الساق ابيض الازهار؟ كم واحد قصير الساق احمر الازهار؟ كم واحد قصير الساق ابيض الازهار؟ نجي طويل احمر. كم واحد طويل احمر؟ واحد. لا طويل ابيض. اثنين طويل ابيض. ثلاثة طويل احمر. اذا ثلاثة من اصل 8 اعطانا شنو؟ طويل احمر. كم واحد طويل ابيض؟ واحد. اثنين ثلاثة. اذا 3 من اصل 8 طويل ابيض. كم واحد قصير احمر؟ واحد. واحد من اصل 8 قصير احمر. كم واحد قصير ابيض؟ واحد من اصل 8 قصير ابيض. هاي النسب مالاتك. انت اللي هنا خذت على السؤال 12 من 12، انتهى بعد لا تزيد فوقه. بس اكو فد قضيه، خاف طالب يسال يقول استاذ شو انت ما حققت هاي الارقام؟ لا انا حققتها هاي الارقام. دن النسب. استاذ شو مو نفس الشيء؟ لا ودعتك نفس الشيء. تعال اقول لك. قصير ابيض، كم واحد قصير ابيض؟ 6. مو 6 قصير ابيض. وين قصير ابيض؟ هذه. الابطال شو تسوي؟ الستة هو الرقم الخاص، تقسمه على 48 الرقم الكل مالتهم. باوع العامل المشترك اخذه 6، هاي بيها 1 وهاي بيها ايش قد؟ 8. اذا 1 على 8 طلع عندك شنو؟ قصير ابيض. كم واحد قصير احمر؟ 6. مو تقسم الستة على العدد الكلي اللي 48، العامل المشترك الستة 1 وهاي ايش قد بيها؟ 8. اذا 1 على 8 قصير احمر. كم واحد طويل احمر؟ 18. مو 18 طويل احمر. تقسمه على 48 تقسم على 6 يصير ان 3 على 8. مو العامل المشترك 3 على 8، هاي نفس النسبه. كم واحد طويل ابيض؟ 18 تقسمه على 48 العامل المشترك الستة 3 بيها وهاي بيها 8. اذا 3 على 8. اذا النسب حقيقيه لو مو حقيقيه ذني، بس انت هاي لا تسويها. تمام؟ هاي هيك بس ابدا اتاكد لك من عندها. ابطال هاي فقط اريد اتاكد لك من عندها، لا اكثر ولا اقل. شبابنا الابطال قبل لا نوصل لنهايه الحلقه اريد اقول لك فد قضيه. انت اشرت على تعريف مربع بونت والملاحظات الجواه. اقلب الصفحه، اقلب لي الصفحه الابطال، اقلب لي الصفحه. مربع بونت كتبت عليه مهم، اقلب لي الصفحه بعد، اقلب الصفحه. اكو تعريف اسمه الكروموسوم. اشرح انت بهذا الكروموسوم، انت مخيل تريد هذا التعريف او التعريف مال الفصل الاول. تمام. جوا تعريف اسمه الجين، اشر لي اياه. اكو من الصفحه المقابلها مقارنه بين نباتات دواء العفو قانون مندي الاول والثاني، اشر عليها. سواء واحد يقول استاذ هاي مقارنه وزاريه، هي ما جايه وزاري بس احتمال تجي وزاري. تمام. اريد احكي حكايه بالاخير. صفحه 50 قانون مندل الثاني من شرحناه قانون مندل الثاني نص القانون. كتبت لك اكتب على نص القانون مهم. اكو جوا نص القانون تعليل يقول تعتبر نسبة 9.331 نسبة مثالية. فعلا بقانون مندل الأول أو عفو مندل أفضل نسبة له هي هاي نسبة 9.331. ليش أستاذ؟ 9.331 هذا مربع بونته بال16. أفضل تضريب من يطلع لك مربع بونته بال16 لأن تظهر جميع الاحتمالات. تظهر بيها شنو؟ جميع الاحتمالات. 16 فرد كل الاحتمالات يظهرن به. أوكي؟ لذلك احنا دائما تعتبر اللي هي هاي النسبة اللي هي 9.331 يعني مربع بونته بال16 جدا مريحة لان كل الاحتمالات يظهرن يعني مثالية. اوكي؟ هذا التعليل اشرح. وصلنا لنهاية الحلقة يا ابطال. انتظرونا في حلقة قادمة ان شاء الله ودمتم في امان الله.